السلام عليكم أيها المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة الجزائر من الوادي والمغير، أين نفتح وإياكم هذه النافذة الثقافية الشبابية السياحية هنا من بيت الشباب، أقامتها بيت الشباب الطالب العربي مع باقي بيوت الشباب عبر أرجاء وطننا المفدى. بيت الشباب أحدى بيوت الشباب أو تبادل شباني من منطقة أشلف. للحديث في هذه الجلسة مع رئيسة الوفد فاطمة الزهراء. إذا مرحبا بكم السيدة قوادر بوجلطية فاطمة الزهراء من ولاية شلف، رئيسة. شكرا للحديث طبعا عن البرنامج السياحي المسطر وكذا تعداد الوفد وأهم المناطق السياحية التي ذهبوا إليها وأعجبوا بها أكيد، يعني في منطقة وادي سوف. أيضا بيت شباب الطالب العربي لها أيضا خرجات وتبادلات شبانية مع عديد بيوت الشباب، لا شك أنها ذهبت يعني في عديد المرات إلى منطقة شلف. نرحب بك سيدتي عبر أثير إذاعة الجزائر من الوادي والمغير. مرحبا بك. جميل. إذن يعني حاول تضعينا في صورة هذه الزيارة أو هذا الاستكشاف أو هذه الخرجة الصحراوية في عز السياحة الشتوية الصحراوية هنا بمنطقة الطالب العربي تحديدا. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة قوادر بوجلطية فاطمة الزهراء من ولاية شلف، رئيسة جمعية زهرة الحياة لترقية النشاطات الثقافية لولاية شلف. جينا اليوم لنعيش الأجواء الصحراوية، لنعيش الثقافة الصحراوية مع مواطني ومواطنات واد سوف، أكيد في إطار تشجيع تنقلات وحركية الشباب والتبادل الثقافي بين مناطق الوطن على ثرائها وتنوعها. إذا جئنا لننقل عاداتنا وتقاليدنا من ولاية شلف إلى واد سوف ونبرز أهم النقاط وأهم الخصائص، وكذلك لنتعرف على خصائص الثقافة السوفية، خاصة وأن صحراء الجزائر معروفة بتنوعها الثقافي وثرائها في كل المجالات الثقافية. جميل. حاولي أن تضعنا في صورة الوفد يعني الذي قدمتم معه إلى منطقة الطالب العربي، تعداده يعني مدة المكوث يعني وطبيعة الإقامة هنا ببيت شباب الطالب العربي. أولا الوفود الشبانية يعني متحفزة جدا ومسرورة جدا بالانتقال من ولاية شلف إلى واد سوف، ولهذا قمنا بزيارة واد سوف في إطار تنظيمي من فوجين، الفوج الأول يعني والفوج الثاني، ابتداء من 19 ديسمبر حتى 26 ديسمبر 2024 لننهي السنة في بيت الشباب طالب العربي للاستفادة يعني من هذه الحركة ومن هذا التبادل الثقافي. جميل. إذن الخارطة السياحية والمعالم الأثرية هنا بمنطقة سوف عموما منطقة أثرية، لا شك أنها كانت لكم يعني صولات وجولات بها. حاولي أن تحدثينا في البداية عن المناطق التي اكتشفتموها في منطقة وادي سوف. بالتنسيق مع السيد مدير بيت الشباب المجاهد بلول علي الطالب العربي السيد حناشة محمد، تم تسطير برنامج ثري في ككل خرجة يعني. ابتدأناها أولا باكتشاف المحيط والتجول والتعرف على مواطني بلدية الطالب العربي حول يعني عاداتهم، تقاليدهم، مواعيدهم، الأماكن اللي ممكن نزورها. وبالطبع تم ضبط البرنامج بالتنسيق مع السيد المدير، حيث وضع تحت أيدينا برنامج ثري انطلاقا من المنطقة ويعني المعالم السياحية اللي فيها وثرائها المعرفي، وإلى غاية مدينة واد سوف وما تتمتع به مدينة واد سوف من معالم ثقافية وطاقات شبانية وإبداعات إلى آخره.
جميل. قلت قبل تسجيل أنكم ذهبتم إلى المعبر الحدودي وتعرفتم على طبيعة إجراءات الدخول والخروج من التراب الوطني. حدثينا عن هذه النقطة بالذات. شغف يعني الجزائريين أنهم يزوروا الصحراء والحدود الصحراوية التونسية في إطار هذا التنظيم. تم تنظيم خرجة مساء أمس إلى المعبر الحدودي بين دولتي الجزائر وتونس، أين تم التعرف على إجراءات الدخول والخروج إلى تونس، إجراءات أخرى تخص سائقي العربات والتبادل التجاري والسلع التجارية بين الدولتين. كذلك تم زيارة بعض المرافق الإدارية، ويعني عشنا البعض مما يعيشه المسافرين بين الدولتين. جميل. أيضا منطقة دوار الماء يعني بمنتجعاتها السياحية كذلك برمالها الذهبية كانت أيضا عنوان لإحدى خرجاتكم الصباحية تقريبا. يعني التمتع بالأجواء الصحراوية بالرمال هو شغفنا نحن سكان الشمال. كان لابد أن نعيش هذه الأجواء، نعيش أجواء ركوب الجمال، التمتع بغروب الشمس على الرمال الذهبية. كذلك كان لابد أن نستمتع بخبز الملة، ببعض لحوم الجمال المشوية، بالشاي السوفي الأصيل الذي حضرته أنامل وأيدي سوفية. كذلك كان لابد أن نتعرف على مربي الجمال، على النخيل، على هذه الأرض لابد أن تلامس أرجلنا تلك الرمال الجميلة، تلك الألوان التي تدفئ الإحساس وتملأ العاطفة بأجواء سحرية، أجواء غروب في واد سوف. استمتعنا كذلك بحكايات وأساطير دوار الماء، غرود عالية، بعض شعراء الملحون، إشعال النار، اللباس الصوفي. تعرفنا كذلك على الحول الصوفي، لباس المرأة الصوفية، ولبسناه جميل. وحفظنا الأسطورة الصوفية اللي رايحين ناخذوها معنا إلى الشمال ونحكوها شبابنا حتى نحفزوهم من أجل زيارة واد سوف إن شاء الله. جميل. قلت لي أيضا أنكم ذهبتم حتى إلى بعض المعالم السياحية في ولاية الواد مثل الزاوية التيجانية، مسجد سيدي سالم، وكذلك حي العشاش العتيق، وكذلك زرتم أسطورة الأغنية الصوفية وصاحب الحنجرة الذهبية عبد الله مناعي. احكي لي عن هذه النقاط التي تمتعتم بها أنتم والوفد الذي يرافقكم. إذن أنا نبدأ من زيارتنا الجميلة، زيارتنا الكريمة للفنان القدير عبد الله المناعي الذي أمتعنا منذ صغرنا بأجمل الأغاني وأجمل كلمات الشعر الملحون الصوفي بلهجته الغنية والجميلة. تكريم هذا الفنان، زيارة مجاملة في الحقيقة. هي زيارة مجاملة وزيارة تفقدية لصحته، لأننا زرناه ونحاول إن شاء الله نزوره مر بوعكة صحيح. نعم. واستقبلنا رغم ظروف المرض ورغم وقت الاستراحة نتاعو، إلا أنه لم يبخل علينا أبدا، وخرج لينا وكلمنا واحد صغيرنا وكبيرنا، سألنا على أحوالنا وعلى أحوال ولايات الشمال، وأمتعنا برغم التعب ببعض القصائد همسا، ونشكره على هذا الكرم، كرم الضيافة. وهذا إن دل على شيء يدل على أنه أصول الكرم عند الصوفيين هي متأصلة ومتجذرة فيهم من قبل. نرجع إلى زيارتنا لمدينة الواد.
مدينة الواد في الحقيقة أبهرتنا، يعني مدينة كبيرة وجميلة، مدينة ممتعة سياحية بامتياز يعني، سياحية رغم الطابع التجاري والفلاحي لكن حافظت على الطابع السياحي يعني. أكيد، يعني الطابع السياحي فيها يغلب على الطابع التجاري. مدينة قرية العشاش أو زقاق التي زرناها في قرية العشاش وسوق العشاش، زقاق البير، وتعرفنا يعني على مصدر تسميات هذه الزقاق. زرنا الزاوية التيجانية، تعرفنا عليها، تعرفنا كذلك على مسجد سيدي سالم، تعرفنا كذلك على الساحات، ساحة بحمة، وعلى المجاهدين وعلى الشهداء اللي توفوا وسقطوا في هذه الساحة، وتعرفنا على الشهيد بحمة، بحمة الأخضر يعني. بحمة الأخضر أكيد. أكيد. المتاحف يعني اللي تحيط بها متحف المجاهدين، وين لقينا صور لشهدائنا، يعني شهداء منطقة شلف الموجودين في متحف المجاهدين بالواد. زرنا كذلك متحف الواد، وتعرفنا على بعض جمعيات المجتمع المدني الناشطة، وهذا الأهم هو في التبادلات هو الاحتكاك يعني. الأكيد، هذا الاحتكاك وهذا التبادل، وهذا يعني تبادل الخبرات وتبادل النشاطات اللي شفناه في مدينة واد سوف النشطة، يعني جعلنا نكون ممتنين جدا لزيارة أخرى بإذن الله تعالى. جميل. انطباعات يعني الوفد الذي يرافقكم يعني من خلال كل هذه المحطات، لا شك أنكم يعني أخذتم صورة يعني سياحية، صورة ممزوجة بالتراثين، التراث المادي واللامادي الذي يميز يعني منطقة سوف كباقي ربوع هذه البلاد يعني الجميلة. يعني كيف كانت ردود فعل يعني الزوار الذين يرافقونك يعني؟ آلاف صور أخذت في هذه الزيارة، صور أسطورية، صور جميلة، صور تخلد اللحظات الحماسية، صور أخرى تخلد الانبهار بهذه المدينة، صور أخرى يعني جعلتنا نتدفق يعني من داخلنا بمشاعر جميلة جدا تجاه عادات وتقاليد واد سوف. صور أخرى لبعض المعالم التي ستخلد تاريخ هذه المعالم، وصور أخرى لحكايات سوف نرويها في ولاياتنا إن شاء الله. جميل. يعني لا شك أنكم أخذتم معناها صورة ولو مصغرة عن طبيعة المجتمع السوفي. يعني أكيد أنكم يعني من خلال حديثك أنكم مش تنقلوا هذا الزخم التراثي إلى منطقة يعني أشلف عموما. يعني كلمة أخيرة في نهاية هذا التسجيل عن طبيعة زيارتكم إلى أو يعني تحديدكم لمنطقة سوف تحديدا، يعني هي بالزيارة لماذا لا تكون يعني منطقة أخرى؟ علاش منطقة سوف بالتحديد من كامل يعني مناطق الصحراء؟ أولا لن تفي كل الكلمات بوصف مدينة واد سوف. واد سوف يعني ثقافة، واد سوف تاريخ، واد سوف سياحة، واد سوف عادات تقاليد، واد سوف أصالة وكرم وضيافة، واد سوف كذلك معالم أثرية، واد سوف أسطورة، واد سوف حكايات، واد سوف تاريخ كذلك مجيد، واد سوف بطولة، واد سوف كذلك بطولات خالدة، شهداء ومجاهدين وتاريخ طويل، واد سوف طبيعة، واد سوف بيئة، واد سوف محيط جديد زرناه، واد سوف يعني هي انفتاح على الجوار يعني بحكم تحدها يعني دولتين شقيقتين يعني ليبيا وتونس، وتجتمع بها عدة ثقافات مغاربية يعني. لهذا قلنا يعني واد سوف يعني بلد بمعنى الكلمة. واد سوف لنا زيارة أخرى بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا. إذن ما بقي لمستمعي الأكارم إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. أيضا نشكر يعني من خلالكم. هناك تدخل أخير أم يعني نختم؟
في الأخير نحب نشكر يعني كل الطاقم الذي شاركنا في هذا التبادل الثقافي. أولا إنجاح هذه الفعاليات، على رأسهم السيد مدير ديوان مؤسسات الشباب لولاية واد سوف، الذي سهل لنا كل الأمور من أجل نجاح هذه الفعالية. ثم كذلك نشكر السيد حنانشة محمد مدير بيت الشباب مجاهد بلول علي الطالب العربي على وقوفه معنا طيلة هذه الأيام، أيام التبادل الشباني والثقافي في ولاية واد سوف بطبيعة الحال وبلدية الطالب العربي. نشكر كل الطاقم اللي معه، يعني ابتداء من الطاقم الإداري، من الاستقبال، من المرشد السياحي، من المرافقين المؤطرين. نشكر كل يعني كل إنسان نعرفه اسمه ولا ما نعرفوش اسمه على هذا الاستقبال وهذا الكرم وهذا الترحاب الجميل. نتمنى أننا نتلقاو في ولاية شلف بإذن الله تعالى، يعني ونكملوا هذا التبادل الثقافي، نكملوا الشق الذي لم يكتمل بعد إن شاء الله. إذن مرة أخرى نشكر السيدة فاطمة الزهراء رئيسة وفد التبادل الشباني والثقافي عن ولاية أشلف الذين قدموا وحلوا هنا بمنطقة الطالب العربي وعموما ولاية الواد في إطار السياحة الصحراوية واكتشاف الجزائر. وهذا عبد الله دويم يحييكم من الطالب العربي.